السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين. كما طلبتوا عاد معنا الأسطورة وسيم مرة أخرى الله. وهذه المرة بتحدي جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكلي يا اخوان بصير اطلع اكثر من عزوز في القناة الصراحة. هذه ثاني مرة وان شاء الله راح نمتعكم وراح نعطيكم شيء تستمتعوا به إن شاء الله. إن شاء الله. اقول لكم ان شاء الله راح تستمتعوا ايضا في هذا المقطع إن شاء الله. خلينا عزوز زيادة اعطيكم فكرة المقطع بكل اختصار. تمام. فكرة المقطع راح تكون أسئلة. أنا بيكون عندي 5 أسئلة وسيم راح يكون عنده 5 أسئلة نسأل فيها بعض، بما أن احنا اثنين برشلونيين بتشوف من هو المشجع الأصيل ومن هو البرشلوني الرقم 1 لنادي برشلونة. طبعا هذا المقطع بالذات راح يكون في عقاب، والعقاب راح يكون عقاب قوي جدا بما ان احنا اثنين برشلونيين. ينزل منشور، طبعا انه قبل هذا المنشور راح تشوفون واحد فينا نزل انا الله اعلم مين انه صار مدريدي رسميا ويقول هلا مدريد وخلاص، يعني ولا مؤقتا ولا شيء، مدريدي وخلاص. الله اعلم. متابعين انتم بتيجون بالمقطع هذا وراح تعرفوا السالفه. يا اخي عقاب. انا شفتوني انا يا اخوان عندي شوي يعني من العبسي، يعني ممكن اكون عبسي ترى يا اخوان. برشلونة تجري في دمي، انزل منشور وهلا مدريد ومدري ايش. يا الله انتم تعرفون يا جماعه ان شاء الله بفوز ان شاء الله. شيء صعب جدا ان واحد برشلوني يعمل هذا الشيء. يعني يب يا اخوان وقت تصوير المقطع بتعرفون من الخسر يعني. يلا قبل كل شيء كيف يلا ندخل المقطع. يعني في المقطع بذكرهم باللي احنا يعني نتعب علشانه صراحة، نتعب علشان نمتعكم. اشترك بس انتم كمان يا اخوان يعني اشتركوا في القناة يعني خلينا نفرح شوي. يلا اشتركوا في القناة. هذا الجزء الاول واعطونا زر اللايك، والجزء الثاني راح تحصلون ان شاء الله بقناة وسيم. والحين يلا ندخل ان شاء الله. ويلا يا جماعة اللي راح يسأل السؤال الاول طبعا اللي راح يفوز بحجم مقص كالعادة. يلا وسيم جاهز؟ بسم الله. جاهز بسم الله. يلا حجر ورقة مقص. ورقة مقص. أنا سويت مقص. مرة ثانية عيد كالعادة. يلا بسم الله. بسم الله. 1 2 3. حجرة ورقة مقص. أنت فزت. حجرة. أنت فزت. أوكي let's go. يلا وسيم. أنا أسأل يا إخوان 30 ثانية تايمر. فبسم الله. أسئلة حد الآن جاهزة يا إخوان. عندي جاهزة الأسئلة. الله أكبر. أوكي. السؤال الأول ليك يا عزوز، بنشوفك إذا أنت برشلوني في الصميم. يلا. إذا أنت صح تجي في عروقك تجري لفيسكا بارسا أو لا. سؤالي ليك، كم عدد بطولات برشلونة المحلية؟ بعطيك الخيارات. أوكي تمام. أوكي الخيارات 55 بطولة أو 65 بطولة أو 75 بطولة. وبيبدأ التايمر من 1 2 3 جو. بدأ التايمر 30 ثانية. 55 65 75 بطولة. بدأ التايمر. راحت 10 ثواني الحين. راحت 15 ثانية يا عزوز. الله 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 الله. 75 بطولة. 75 بطولة. 5 ثواني باقي لك. متأكد؟ متأكد. باقي لك 3 ثواني. متأكد؟ صح متأكد. يلا راح صح. والله وهقتني 5 بطولة. والله وهقتني. يلا حلو. أول سؤال لي. اوكي النقطة الأولى. يلا بسم الله. اوكي والحين دوري. يلا عندك سؤال حاليا. يلا تمام. اوكي يا وسيم، السؤال الأول بالنسبة لي، كم عدد بطولات التي حققها نادي برشلونة؟ وراح أعطيك الخيارات: 94 بطولة، 93 بطولة، و92 بطولة. يا الله. بدأ التايمر. 94 أو 92 أو 93. صعب. الله أكبر شكله. اوكي راحت 10 ثواني. يا الله توترني وكمان توترني كذا يا اخوان. والله كمان يوترني. والله توترني. اتوقع اعرف هذه المعلومة. 92. بقول 94. متأكد؟ راحت 20 ثانية. باقي 10 ثواني. 92. يلا بقول 92. متأكد؟ يا رب. والإجابة هي يا وسيم. ما تقول لي 94. خطأ. الإجابة الصحيحة 93 بطولة. ما جبتها أصلا. يا الله. إجابة صح وسيم، فللأسف وسيم غلط في أول سؤال. يلا حلو، محاولة حلوة. يلا عادي 1-0 لك. يلا معلش. يلا السؤال عندي حاليا. سؤال عند وسيم. السؤال الثاني لك يا عبد العزيز. تمام. سؤالي لك يا عبد العزيز، كم لاعب حقق الكرة الذهبية مع برشلونة؟
اعطيك الخيارات. ايه اتوقع انا عارف بس يلا تاكد بس. 5 لاعبين اها او 6 لاعبين ايوه او 7 لاعبين. 1 2 3 بدا التايمر. 6 لاعبين. متأكد؟ يب 6 لاعبين. متأكد؟ ايه باقي لك الوقت، ما باقي لك 15 ثانية. عادي فكر. لا 6 لاعبين 6 لاعبين متأكد. مبروك. انا برشلوني اصلي يا حبيبي. صعب تخدعني وزير صعب صعب. بس شاكك يعني شاكك في شيء يعني. لا لا والله ما غش والله في شيء ما في غش الموضوع. والله ما غش اقسم بالله ما غش والله انا عارف يلا معلش، يلا معلش. اوكي يلا والحين 2-0. ليتس جو. والحين دوري. برجع. حلو الله يلا دورك. تمام. يو لازم اجيب سؤال الحين يا اخوان. اوكي بسم اوكي الله يلا. والسؤال الثاني بالنسبة لي يقول متى يا حصل رب. نادي برشلونة على أول لقب دوري أبطال أوروبا؟ أعطيك خيارات؟ هات الخيارات. أوكي الخيار الأول يا بيقول رب. في عام 1975 أو عام 1988 أو 1992. يا بدأ الله. التايمر. اوكي. الله شو يستر يا وسيم. عرفني انا. الله يستر يا وسيم. أول لقب فقط أول لقب. هذا أساس التاريخ. 92 اللي هي 1992. ضربة كومان. اوكي. والله التاريخ عطتك تواريخ صعبة يا وسيم تواريخ صعبة. 5 ثواني بقول 4 بقول 88 يا رب. 88 للأسف انتهى الوقت والإجابة هي خطأ يا وسيم. يا الله للأسف انت جايب لي اسئلة من عام الفيل. طيب هذا أول لقب دوري ايش أبطال. الإجابة؟ الإجابة الصحيحة عام 1992 والله كنت قريب والله. يا الله هي رأسية قريبة كومان. مش قريب كنت بعيدة جدا يعني جدا يعني. أول لقب دوري أبطال. يلا معلش. حلو ما مشكلة أوكي والحين السؤال راح لك يا وسيم. تبتعد في النتيجة. الله يلا يستر. عندي الآن السؤال. اوكي. سؤالي لك يا عبد العزيز. يلا كم بطولة حقق جوارديولا مع برشلونة وبدأ التايمر؟ عندك 13 بطولة 14 بطولة أو 15 بطولة. راح 11 ثواني. شت والله صعبة والله الشيء. عندك 13 أو 14 أو 15. باقي لك 10 ثواني. 13 بطولة 13 بطولة يا رب يكون صحيح. متأكد؟ يب 13 بطولة ان شاء الله. باقي لك 5 ثواني. لا 13 بطولة. والجواب انتهى الوقت. والجواب يا عبد العزيز خطأ. ليتس جو. الحمد لله يا رب. الحمد لله والله الجواب حرام والله 14 صار صعب بطولة. والله سؤال مخادع والله. الحمد لله يا رب ما جبتها. الحمد لله يا رب. لازم ارجع في النتيجة واقلص. يا الله والله يا معلش. الله يا الله يا وسيم. تنفست السعداء. كنت راح تبتعد عني ب3-0 يا اخ والله عزوز. حرام. شو كان الجواب احمد ربي. كان 14 بطولة. جوارديولا حقق 14 بطولة مع والله برشلونة. حسيتها يا اخي بس. يلا عادي. يلا حلو. 2-0 لك. يلا 0 لي الحين. السؤال الثالث. باقي 2-0 يا اخوان. السؤال الثالث بالنسبة لي الحين. اوكي يلا عندك. لازم اجيبها والله عشان هذا اقلص السؤال النتيجة لو يا جبته اخوان. وسيم. اوكي ان شاء الله يكون سهل عشان انا يعني اوكي مو متابع من 2006 2007. انا مولود 2006 كيف اتابع؟ يلا بس معلش. اول لقب فقط يعني اول لقب. هات اوكي ما مشكلة. والسؤال يقول يا وسيم كم عدد الكرات الذهبية التي حصلها لاعبي برشلونة يعني بالمجموع يعني يعني مثلا خلينا نعطيك خيارات عشان تفهم. 12 كرة أوكي، ذهبية أنا- حققها نادي برشلونة بالمجموع او من 14. غير عبد العزيز من غير ما تقول لي الخيار. 12 كرة ذهبية. وهات متأكد؟ النقطة. متأكد وبدون تايمر وبدون 30 ثانية وهات النقطة. صح والله صح. ليتس جو. والله صح. معروفة هذه والله أعرفها. طيب. والله العظيم متخيل أمس أتوقع أول قبل أمس يا إخوان مرت علي هذه المعلومة يعني. كمان ريال مدريد مرت علي هذه المعلومة. ليتس جو. 2-1. يلا ما قلصت الفارق. ما مشكلة يلا. لازم حاليا يا اخوان اعطي سؤال صعب. هو اسئلتي مو صعبة كثير بس لازم عبد العزيز ما يجيبها. ان شاء الله لازم اعدل النتيجة ان شاء الله. يا رب. نجيب ان شاء الله يلا اوكي. سؤالي الرابع حاليا لك يا عبد العزيز.
وهذا السؤال يعني جدا سهل، جدا جدا سهل. اوكي ان شاء الله تجيب ان شاء الله. يا اوكي ان شاء الله. يلا متى تأسس الكامب نو يا عبد العزيز؟ خليني اعطيك الخيارات قبل التايمر. اوكي 1957 اها او 1960 1975. وبدأ التايمر. عندك 957 او 960 او 975. الكامب نو يا عبد العزيز. يا اخي الله يسامحك أفضل يا وسيم. افضل ملعب في اوروبا. راحت 15 ثانية. يا رب ما يجيبها. 1900 يا رب تجيب ان شاء الله. 75 باقي لك 5 ثواني. 75 و75. ايه متأكد؟ يب. باقي لك ثانيتين. ايوه 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 متاكد. وراح عليك الوقت وخلصت 30 ثانية. والحمد لله يا رب الجواب خطأ. ليتس جو يا أخ والله خلاص يا وسيم. ليتس جو. الله يستر يا أوه، وسيم. تنفس الله السعادة. يستر الله يستر الله الله. يستر. الإجابة 1957. الصراحة 1975 يا عبد العزيز يعني ما مو كثير يعني بعيدة. فهو النادي تأسس 1899. فما بالك يعني أكيد النادي الملعب راح يكون جدا جدا قديم. فالملعب تأسس 1957 للمعلومة يا إخوان. يلا أوكي حلو اوكي. يلا 2-1 إخوان لعبد العزيز. وإذا جبت هذا السؤال راح أعدل النتيجة ويا رب يا رب ان شاء الله أجيبه. ان شاء يلا الله لا ان بسم شاء الله. يلا الحين دوري. والسؤال يقول يا وسيم: من هو اللاعب الذي لعب مع ريال مدريد ولكن توج بلقبي دوري ابطال اوروبا مع نادي برشلونة؟ اوكي والخيارات. هات الخيارات على السريع. اوكي يا الظاهرة رونالدو، ايتو، اوكي او لويس فيجو. ويلا بدأ التايمر. يلا يا رب ما يجيبه وسيم. يا رب ما يجيبه وسيم. الله اكبر. الله السؤال. هذا سؤال صعب وقديم. بس مش قديم انت يعني. بقول لويس فيجو يا رب. متأكد؟ لا مو متأكد. بقول الظاهرة. متأكد؟ ايه الظاهرة. متأكد باقي 5 ثواني. متأكد؟ لا بقول فيجو يا خلاص الله يخبر وانتهى الوقت رسميا يا وسيم. خلاص بقول فيجو يا رب. والإجابة الصحيحة هي ايتو. خطأ وسيم. جاوب خطأ. ايتو ما جاء على بالي والله. والله ايتو. والله مخادع السؤال. والله مخادع. والله معلش والله يا اخوان كانت عندي فرصة اني اعدل النتيجة. يا الله معلش. يلا بعد باقي لك أوكي. سؤال. لسه باقي لو انا غلط انا باقي لي سؤال وعبد العزيز باقي له سؤال يا اخوان. النتيجة 2-1. فان شاء الله ما يجيب هذا السؤال. يا رب ما يجيب هذا السؤال. اوكي يلا. سؤالي الاخير والخامس لك يا عبد العزيز. تمام سؤال ايضا ممكن عن لاعبين برشلونة. تمام. كم لاعب حقق الحذاء الذهبي في برشلونة؟ عندك 3 لاعبين او 4 لاعبين او 6 لاعبين. وبدأ التايمر. شيت. كم لاعب حقق الحذاء الذهبي مع برشلونة؟ 4 3 4 4 6. 4 متأكد؟ يب. راحت 15 ثانية وباقي لك 10 ثواني. فكر بكل ما تبي. 4 متأكد؟ ايوه 5 ثواني باقي لك. 4 لا 4 خلص الوقت والجواب خطأ يا عبد العزيز. وليتس جو. والله يا الله يا وسيم. يا رب تغلط السؤال بس. يا رب تغلط السؤال والله. يا رب. الجواب 3 لاعبين والله. هو شوف ميسي ولويس سواريز الثالث ما ادري مين. بس المهم 3 لاعبين. وليتس جو يا اخوان. لو جبت هذا السؤال حق عبد العزيز اعدل النتيجة وكذا. اتوقع نروح اشواط اضافية وخلاص يعني. لا في يلا. بونص. أوكي. يكون سؤال بونص لكن ان شاء الله لا تخاف ما في. هات سؤالك. اوكي ان شاء الله ما يكون صعب. يا رب ما يكون صعب. بسم الله الرحمن الرحيم يا وسيم. اوكي يا الله يا اخي واقسم بالله. من هو اخر لاعب برازيلي توج بالكرة الذهبية مع نادي برشلونة؟ واعطيك الخيارات. هات الخيارات. ريفالدو، رونالدينيو، روماريو. رونالدينيو. متأكد؟ وبدون تايمر. متأكد. هات 2 يا رب. متأكد؟ ما بقى وقت تصيب. متأكد 10 ثواني. متأكد خلاص بدون تايمر. يلا يا رب. 2 1 خلص الوقت.
والإجابة يا وسيم صحيحة للأسف. والله والله قول يا الله يا الله. ليتس جو. لا يا رب 2-2. والله حرام والله حرام والله في حرام الدقيقة 90. والله حرام يا جماعة والله حرام والله حرام يا اوه أخي. رحنا نروح أشواط إضافية حاليا، أشواط إضافية. والله حرام يا يا أخي. الله ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. والله 2-2 دي. رجعت للنتيجة. اوكي أوكي. يا اخوان حاليا راح نروح البونس. اوكي Let's والحين go. وقت البونص، سؤال واحد فقط، اذا نحن جبنا صح نستمر، واذا واحد فينا خطا وواحد جاب صح يفوز. متى ركلات الجزاء؟ بعد ما تنتهي 5 شوطات. والحين يلا الحين دور عادي، وسيم يلا، بالسؤال الاول. يلا وسيم عندك السؤال فرصة. السادس تمام. بالأشواط الإضافية. كم سوبر إسباني لبرشلونة؟ 12 أو 13 أو 14 بطولة. 1 2 3 بدأ التايمر. 14 سوبر بطولة. إسباني 14 بطولة. اللي فزنا على مدريد ايه 14 جلدناهم. 14 متأكد متأكد. 14 ترى كنا بميسي. احسب كم كنا اه يعني لو 14 تتذكر. 14 متأكد. باقي 10 ثواني. 14 يا جماعة 14 على طول 14. والله مبروك النقطة. مبروك 3-2 يا اخوان. حاليا لازم تجيب السؤال. يا الله مبروك يلا شكلها حسمت. شكلها حسمت. 14 بطولة. شكلها حسمت يا اوكي وسيم. يا اخوان لكم ان تتخيلوا لازم اجيب هذا السؤال لازم. والله اوكي هات سؤال سؤالك. مخادع بس راح اقهرك فيه. اوكي السؤال يقول من هو ثاني اكثر لاعب مباريات بقميص نادي برشلونة بعد ميسي؟ هات اوكي الخيارات. داني الفيش، سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا. وبدأ التايمر. سيرجيو بوسكيتس. متأكد؟ متأكد بدون تايمر. متأكد؟ باقي 20 ثانية. بغير الفيس او توقع ألبا. خذ راحتك انا ما يخصني. بس- باقي 15 ثانية. 10 ثواني. يلا الفيش 5 ثواني. 4 ألبا جوردي جوردي متأكد؟ ألبا يا رب. متأكد يا رب. انتهى الوقت والإجابة يا وسيم الصحيحة هي يا رب. سيرجيو بوسكيتس. والإجابة خطأ. خطأ يا وسيم. يلا مبروك فوز. مبروك. الله ما خسر وسيم. والله كنت بقول بوسكيتس بعدين قلت خليني اغير. يا خليني الله اغير والله أحسن. وقتك بالسؤال وسيم. ممكن والله أجل. وقتك بالسؤال يا أخي. والله قلت لك سؤال مخادع. والله أنا خبيث. والله يا اخي توتر. يلا مبروك الفوز. والله فيسكا برضه يا مبروك. أخي مشجع. ان شاء الله في الاياب ان شاء الله يا اخوان. في الاياب راح ارجعها. فللأسف يا الله. وسيم خسر هذا التحدي ولا سينفذ هذه العقوبة وسيرفع منشور إيش؟ بحساباته ويقول انه رسميا صار مدريدي بدون اي سبب لحد ما تشوفون هذه اللحظة من المقطع. يا الله. فايش شعورك يا يا وسيم بعد ما الله. صرت مدريدي الحين رسميا؟ شعوري بعد ما صرت مدريدي والله شعور جدا سيء للأسف. شعور ما ادري شعور المدريديين كيف. بس شعور يعني جدا متابعينك سيء. يعني انت الحين مش مدريدي بس متابعينك راح يحسوا كنت مدريدي الحين بس خلاص. ايه الحين المتابعين حيسوق مدريدي. يلا بسم الله. يدخل يلا. مدريد افضل نادي في العالم. ومدريد يعني مدريد التاريخ، مدريد العشق، مدريد كل شيء يا اخوان. 14 احنا عندنا 14 بطولة دوري ابطال. انتم ايش عندكم؟ وعكس فيسكا برشا ايش هي؟ كاس سوبر اسباني. ايش عندك يا عزوز؟ عندك 14 سوبر اسباني. احنا عندنا 14 دوري ابطال. اوكي إحنا عكس أبطال عكس أوروبا. فيسكا برشا ايش هي؟ ايش هي؟ هلا مدريد يا الله. مو من قلبي والله يا اخوان. مو من قلبي والله. والله تحية للاخوان المدريديين البرشلونيين. بس وسيم تعرفون صعب واحد برشلوني يصير مدريدي. ووسيم خلاص متابعينا يعرفوا انه مدريدي ألف لا يعرفون مبروك. يسوي لحد هذا المقطع. تمام. بس الف مبروك وسيم الف مبروك والله عزوز. خسر للاسف. ففي الاياب يا اخوان والله برجعها في الاياب ان ان شاء الله. شاء الله هي ما بتاعت يرجعها ان نشوفه. شاء الله. شكرا والله استمتعتوا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع. وسيم اكيد ما استمتع لانه نفذ عقوبة سيئة. للاسف مشيتوا والله تستمتعوا؟ استمتعت والله الصراحه. والله استمتعت. حبيبي استمتعت والله والله وسيم والله صراحة. شرفنا انك صدفناك مرة ثانية بالقناة. ومتابعين طبعا يريدوك تظهر اكثر في القناة وشيء ممتع حبيبي، جدا والله حبيبي المقاطع والله. معاك. وباذن إن شاء الله الله يعني بنشوفنا نكون اكثر مقاطع مع بعض أخرى. اكيد.
ان شاء الله. لايك واشتراك يا اخوان اهم حاجه. اضغطوا زر السبسكرايب وزر اللايك واشتركوا طبعا ايضا بقناه وسيم، راح احطها حبيبي. فوق هنا او هنا راح يطلع لكم. وطبعا اشتركوا، راح يكون على اول رابط موجود بالدسكربشن. وشكرا لكم على متابعتكم الجميله، كان معاكم عزوز كوره والاسطوره وسيم، ويلا مع السلامه.